أهلاً بيكم يا جماعة، وحشتوني جداً. اليوم زي ما مكتوب في العنوان، الحب بلا مقابل. يعني إيه الكلام ده؟ وهو أصلاً في مقابل للحب؟ وليه أصلاً نفكر إن يكون في مقابل للحب؟ أهلاً بيكم في فن العلاقات. الحب حاجة جميلة، بس شفتوا كلمة بس دي هي المقابل في الحب. بمعنى إنك لو جبتلي هدية في عيد ميلادي أو في أي وقت هحبك، لكن لو ما جبتش مش هحبك. بالظبط زي ما بنتعامل مع الأطفال، وده غلط كبير جداً. كده هو المقابل، أو نقدر نقول شروط الحب. في ناس تانية عاملة الموضوع ده بس بأسلوب مختلف شوية، زي مثلاً لما يكونوا قاعدين قعدة حلوة وبيشربوا شاي، وفي نص الكلام تيجي الجملة الشهيرة: طالما انت رايق كده أنا عايزك في حاجة. ومن هنا يا صديقي تبدأ المشكلة. في حاجة غريبة كنت بدور فيها، هل العلاقة الحميمة دليل على الحب؟ في ناس كتير مختلفة في الرأي ده، بس أنا هتكلم من وجهة نظري اللي ممكن تكون صح أو غلط. العلاقة الحميمة عمرها ما كانت ولا هتكون دليل على الحب. في ناس شايفينها مجرد روتين يومي أو أسبوعي أو شهري، وهم أصلاً مش طايقين بعض وما بيصدقوا يخلصوا الموضوع ده، وكل واحد بيهرب في اتجاه، وبيحاولوا يقنعوا بعض إن كله تمام وإنهم اتبسطوا، بس في الحقيقة ده مش صحيح. الحب بيظهر لما الاتنين فعلاً بيعملوا العلاقة دي بهدف الاستمتاع، عايزين يوصلوا لمرحلة مفيش أي فرق بينهم، حتى الملابس ما بقاش ليها وجود، وحتى بعد ما يخلصوا المفروض يفضلوا مع بعض. في حد هيفكر دلوقتي ويقول ده بس في الأفلام الرومانسية. انتوا وانتي عندكم حق، لأن فعلاً ضغوط الحياة كبيرة قوي علينا، وده السبب إن في حلقة قريب هتتكلم خصوصاً عن الموضوع ده. بتمنى إن يكون في حب بلا مقابل. معلش الحياة صعبة، بس خلي عندكم صبر وخلي الأمور تعدي بسلام. اليوم كان دردشة بسيطة، وإن شاء الله نتكلم قريب تاني. خليكم فاكرين دايماً إحنا أسرة واحدة، والصفحة على فيسبوك مفتوحة لأي رسائل أو استفسارات. أشوفكم على خير، سلام عليكم.